المكتبة بتاعتي في البيت نفس ال3 أعلام موجودة بنفس الحجم ده. وفي نسخة تانية من الأعلام دي في المكتبة بس مش معمولة، دي أعلام بقى كبيرة يعني بحجم كبير. وأنا كنت معلق على البيت عندي فوق على ساري ضخم علم مصر وعلم فلسطين، كانوا متعلقين لغاية ما أنزلوا من قبل الأمن. علامة 3 برضه؟ لا، كان مصر وفلسطين فقط متعلقين على البيت وعلى الساري. كنا سفارة يعني. وما زال الساري موجود لكن بغير أعلام يعني. الأمن أنزلهم يعني. طيب ليه بقى؟ حقيقة أنا شايف إن العلم هو رمز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه علم وكان ليه راية، وكانت راية رمزية جدا، وكان ليها الرمزية لدرجة إن هم يعني كان الصحابة يموتوا وما تقعش. فدي أنا بنظر لها لكده. علم مصر طبعا عشان مصر، بحب مصر وأنا مصري وبحب مصر جدا يعني. مش عاوز أقول لحضرتك أنا لا أسمح إن لنفسي إن حد يحب مصر أكتر مني. مش لا أسمح لغيري، لا أسمح لنفسي. يوم ما الاقي حد بيحب مصر أكتر مني، لا دي قصة تانية. فمصر عشان مصر. فلسطين طبعا، فلسطين دي قضيتنا، وفلسطين في القلب، وفلسطين هي رمزية الأمة الآن. يعني أمنية كل واحد فينا أنه هو يصلي في المسجد الأقصى ويحرر فلسطين ويموت فداء لفلسطين. احنا ما عندناش حاجة في مصر نحررها دلوقتي، فنفسنا نحرر فلسطين. ففلسطين طبعا عشان هي فلسطين. عالم الجزائر حقيقة أنا من أحب البلاد إلي يعني الجزائر. وبقول وقلت كتير يعني لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون جزائريا. اللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش ما يزعلش. أنا عارف إن بعض اللي ما بيفهموش كويس الغوغاء هيزعل ازاي مصر وتحب الجزائر. لا، أنا مصري وأحب الجزائر جدا. بحب الجزائر كأرض وكشعب. بحب أرض الجزائر وشعب الجزائر. وبقول مرة تانية لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون جزائريا. وامبارح كانت الجزائر بتلعب في كأس العالم مع سلوفينيا. كنت بشجع الجزائر وزعلت جدا ان الجزائر اتغلبت، لان الجزائر حقيقة. وانا مرة يعني سئلت في حلقة من حلقات في احد البرامج، يعني لو انت اضطريت للاخراج من مصر، ان يخرجوك من مصر، هتروح تعيش فين؟ فقلت له هروح اعيش في المدينة المنورة. يعني انا راجل تربيت في المدينة وتعلمت في المدينة، والمدينة يعني انا لما بتكلم على مصر والجزائر وفلسطين ما تحطوهاش في وجهة مقارنة بين مكة والمدينة طبعا، لا بره المقارنة. دي قصة تانية. مكة طبعا. والمدينة دي لها بعض حاجة تانية. فقلت المذيع اروح اعيش في المدينة المنورة. قال لي لا، ما كل الناس عاوزة تعيش في المدينة المنورة، بلد غير المدينة المنورة. قلت له لو خرجت من مصر واجبرت على الخروج من مصر اروح اعيش في الجزائر المنورة. المذيع ضحك زي ما حضرتك ضحكت وبيقول لي يعني طب المدينة منورة عارفين ان هي منورة عشان النبي، طب الجزائر منورة ليه؟ فقلت له الجزائر منورة لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الشهيد اول دفقة دم تخرج من الشهيد تنير ما بين السماء والارض. فما بالك ب1.5 مليون او 2 مليون شهيد في الجزائر اناروا ما بين السماء والارض. فالجزائر منورة بدماء الشهداء التي تدفق. مش محتاجين شرح اكتر من كده على الحدق انه يفهم.